لو عندك المروحة بقت بطيئة ومش بتدور خالص ما تستعجلش وتغيرها. السبب في 90% من الحالات بتكون المكثف. في الفيديو ده هتتعلم ازاي تعرف انك تغير افضل حاجة تركب المروحة السقف، وما هي قيمة المكثف وطريقة توصيله وتحديد الأطراف، وكمان هقولك ايه الأخطاء اللي بتخلي المروحة تضعف. أول علامة إن المكثف بيبقى ضعيف أو تالف إن أنت هتلاقي المروحة مش هتدور ومفيش نسمة هواء. لو المكثف اتحرق المروحة مش هتدور خالص. أنا هتكلم معاكم إزاي تعرف قيمة المكثف اللي هيركب. كل مروحة سقف بيبقى ليها رقم مكثف معين. احنا عندنا دي مروحة توشيبا من نوع اللي هي الصغير، مش الحجم الكبير زي ما انتوا شايفين معايا. وانا جايب لكم كذا نوع من انواع المكثف اللي هي الارقام. عندنا ده 1.5، واللي بعده 2، والقيمة اللي بعده 2.5، لحد اعلى حاجة اللي هي بيبقى رقمها 10 UV. طب ايه افضل حاجة تركب؟ ما ينفعش ان احنا نركب الكبير ده خالص. الصغيرة بتاخد معانا القيمة 2 زي ما انتوا شايفين معايا، هو ده المناسب ليها. والمراوح السقف اللي هي بتبقى الصيني بتبقى القيمة بتاعتها بتبتدي نفس الرقم ده لحد 2.5، ما ينفعش ان انا اعلي. طب ازاي تعرف ان هو ده تالف وعاوز يتغير؟ لما المروحة بتجيبها على اعلى سرعة بالطبيعي ان هي لفتها بتبطأ، وتلاقي القدرة بتاعتها اللي هي المكثف ضعفت. طب ازاي نقدر نعرف ايه هي التوصيلة الصح عشان نوصله لما تيجي تغيره؟ عندنا هنا 3 فرد خارجين، السودا والبيضة والحمرا. السودا دي طرف اساسي من الكهرباء، والاتنين دولت اللي هي بيركبوا للمكثف، وهوصلهم دلوقتي. لازم تعمل نفس الاطراف بالطريقة دي لان هي دي افضل طريقة والصح. ما ينفعش تعكس عشان مفيش حاجة تبوظ. والطرفين اللي هم نازلين اللي هم الكهرباء، واحد هيركب مع الكهرباء الخارجية بتاعة الملف، والتاني هيركب. طب احنا عندنا هنا طرفين، هل لو انا حطيت السلكة دي في طرف مختلف المروحة هتلف مظبوط؟ لا، احنا عندنا هنا الفردة اللي هي البيضة هي اللي لفة الاتجاه الصح، وهوصلها دلوقتي. نصيحة مهمة، ما ينفعش ان انت المكثف عندك يضعف وتجيب رقم اعلى. يعني ده 2، ما ينفعش اجيب 3 او 4 او 5 وازود واقول المروحة كده هتسرع. لا، الطبيعي ان هي تشتغل معاك ساعة او ساعتين لو ركبت مكثف اعلى، وبعد كده الملف هيضعف والمروحة تتحرق. الافضل ان انت تركب نفس القيمة بتاعتها عشان المروحة تشتغل معاك تمام. اكتر علامة تقدر تعرف ان المكثف ضعيف لما تيجي تشغل المروحة على اعلى سرعة وتلاقي المروحة بتبطأ معاك ومفيش لفة خالص، فكده ناتج ان المكثف لازم يتغير زي ما انا شرحت امامكم. وهجربها دلوقتي بعد ما وصلتها اشغلها، فهي كده التوصيلة شغالة معانا تمام والمروحة بتلف مظبوط. ولو استفدت من الشرح دوس لايك واشترك في القناة كي يوصلك كل جديد. ولو حصل معاك اكتب لي في التعليقات ايه اكتر مشكلة بتقابلك عندك في المروحة،